نصيحة: بلاش تليفونات بالتقسيط. نصيحة من أخ لأخوه، أو من ابن لأبوه، زي ما تحسبها احسبها، أو من واحد صاحبه لواحد صاحبه. بلاش تليفونات بالتقسيط لو ظروفك صعبة وما معاكش تمن الحاجة، أو لو وارد إنك ممكن تتعثر في أي وقت من الأوقات وما تعرفش تدفع القسط. بلاش، أنصحك لله بلاش. ليه؟ اي موبايل جديد عليك لو رايح تشتريه، مثلا التليفون على سبيل المثال وليكن مثلا ب 5000 جنيه، في الوقت الحالي يا صديقي كان من فترة بيضيفوا 25% 20% فوائد. حاليا الفايدة مع الشركات زي حاجات كتير مش عايز اذكر اسمائها وناس بتشغل في القسط عدت ل 40 وال 50%. ممكن كمان لو التليفون بتاعك ب 5000 6000 تلاقي وصل 10 وكسور على 10 شهور القسط، على 12 شهر القسط. وكمان لو بقى على سنتين انت هتبقى دافع تمن الموبايل اكتر من مرتين ونص. حرام عليك. لو ظروفك صعبة ووارد انك تتعثر في اي شهر، ما تشتريش تليفونات بالقسط. هتقول لي طب ما انا محتاج تليفون يا عم، ده كلام مع نقوله لنفسنا، انا مع نقوله لنفسي وانت هتقول لنفسك والكلام ده كله. انت ممكن بموبايل زراير ب 500 جنيه 600 جنيه هتمشي حالك. انت محتاج ايه دلوقتي غير انك تتصل وتستقبل وتعرف الاخبار هنا وهنا؟ ولكن لو انت فعلا محتاج التليفون اللي هو كبير بكاميرا، او التليفون تاتش غالي، وظروفك تسمح انك انت تدفع القسط كل شهر بس معكش امكانيه تدفعه مره واحده، يا عمي هاته. انا بقول لك كده ليه؟ لاني انا كصاحب محل بتجيني شركات كتير، مفيش داعي لذكر اسماء، قالت لي خش معانا يا عمي، واي واحد عايز موبايل بالتقسيط اديله التليفون، اديله الموبايل عادي اي من كان سعره، واحنا هنجي نقسط له التليفون وهنبيعه له بطريقتنا. انت عارف هيتضاف عليك كام في القسط؟ والله هتعدي ثمن القسط على ثمن الموبايل مرتين. وفي ناس كبيرة معجيني هنا، ستات ورجال جايبة أبنائها معاها هنا وظروفها ما فيش أبدا، وأنا واثق إنه شهر والاتنين والتالت مش هيعرف يدفع القسط بتاعه، لأنه ظروفه صعبة، يدوب يدوب بالعافية مكفي نفسه أكل وشرب ومصاريف. فما ينفعش، فما ينفعش. العيل اللي جاي معاه الصغير ده ما فارقش معاه ابوه ولا امه يكش حتى يسرق ولا ينهب، المهم هو يجيب التليفون. فانا نجرس على العيل اللي معايا؟ لا، امسك التليفون العادي ده مشي بيه حالك لغايه ما ربنا ييسر الامور ونجيب التليفون. وخلي بالك كمان لو مشيت في حوار القسط مخك هيستسلم وهتبدا كل حاجه تجيبها في القسط. ولو دخلت الطريقه دي اعرف ان انت قريب هتتعثر وهتجيب فوائد كتير عليك، وفي الاخر النهايه معروفه، الحبس وربنا يسترها علينا وعليك. بلاش تليفونات قسط. عندك امكانيه تشتري التليفون اللي على قد ظروفك وامكانياتك وتجيبه كاش، هاته. عندك امكانيه تجيب تليفون وهتعرف واثق انك انت تقدر تدفع القسط لحد التليفون ما يخلص، عامل حسابك للطوارئ، هاته. غير كده مشي حالك باي حاجه يا ابن الحلال، وبلاش تليفونات قسط. نصيحه مني ليكم، تحياتي ليكم، بحبكم في الله.